السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنعمل عجينة البريوش الحلو، واحدة من أحلى وصفات المعجنات اللي ممكن تجربوها. عجينة بريوش هش وخفيف وتحضيره سهل وبسيط. قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش الاشتراك ولايك لو عجبكم الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحضر الأول المكونات السائلة. هنحتاج لوصفة النهاردة كوبايتين حليب، يكون الحليب دافي، باكو خميرة فورية أو معلقتين كبار. هننزل بالخميرة على الحليب. نص كوباية سكر بمج الشاي العادي. في كل المكونات انا مستخدمه مج الشاي العادي. معايا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة وبيض بيضة، والصفار هشيله لدهن الوش. معلقتين كبار الخل بنستخدمه بيضيع زفارة البيض وبنستخدمه كمحسن. نص معلقة صغيرة فانيليا. ونقلب المكونات بالمضرب اليدوي. المكونات الجافة معايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. هضيف عليه معلقة بيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من الملح، وهنزل عليه بالمكونات السائلة. نقلب المكونات السائلة مع المكونات الجاف. كوباية الا ربع زبدة بدرجة حرارة الغرفة. ممكن تستخدمي زيت او سمنة، المتوفر عند حضرتك ممكن تستخدميه. بعد ما نضيف الزبدة نعجن لمدة 10 دقايق لحد العجينة ما تكون ناعمة. عجينة طرية وقطنية. هنغطيها ونسيبها تختمر مدة نص ساعة. بعد العجينة ما اختمرت وتضاعف حجمها بقى بالشكل ده. هبتدي اقطع العجينة على شكل كور. ناخد قطعة من العجينة نلفها رول ونعملها على شكل ورد. الشكل اللي بعد كده نفردها بالنشابة ونقطعها بالشكل ده. نقطعها بالسكينة او بقطعة البيتزا، وبعدين نرولها بالشكل ده ونقفل الاطراف علشان ما تفكش. هنعمل الشكل التالت. هاخد 3 قطع من العجين واعملهم على شكل راء. هنعمل الشكل ده شكل الضفير، كأنك بتضفري شعر بنتك بس في العجين. هنحط الضفيرة في صينية مدهونة زيت ونسيب مسافة علشان لما تختمر وتستوي هيتضاعف حجمها. اخر الشكل هو الشكل التقليدي للمانجا. نلفها شكل دايرة وناخد الطرف نحطه تحتها. نسيبها تختمر مرة تانية لحد ما يتضاعف حجمها. وبعد العجين ما اختمر هندهن الوش بصفار بيضة و3 معالق حليب وعليهم معلقة خل. ونقلب صفار البيضة كويس مع الحليب.
نرش فوق وش البريوش سكر عادي مش سكر بودرة، ونرش على وش الضفيرة سمسم. ندخلها فرن سخن درجة حرارة 200 من 12 ل 16 دقيقة. بعد ما خرجت من الفرن ندهن وشها زبدة ونغطيها. هشة وقطنية وجميلة، جربوها بنفس الطريقة وهتعجبكم ان شاء الله. ممكن تاكلوها لوحدها كده او تاكلوها مع الشاي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو لكل حبايبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.